السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل زبدة الفستق. زبدة الفستق عندي مكونة من إيه؟ عندي 70 جرام من الفستق، عندي حوالي 50 أو يعني معلقتين كبار من الزبدة، والزبدة دي تبقى بدرجة حرارة التلاجة مش سايحة. عندي معلقة كبيرة من لبن البودرة، عندي معلقة كبيرة من السكر البودرة، ومعلقة كبيرة من العسل. هي دي مكوناتها بس. طيب عشان نعملها هنعمل إيه؟ هجيب الكبة بتاعتي كده، تمام، وهبدا بقى انزل بالمكونات بتاعتي. كمان الفستق مش متحمص، انا عايزه الفستق ني، تمام. هنزل بالفستق كده عشان انا عايزاه يديني اللون بتاعه، تمام اهو. وهنزل باللبن البودره، هنزل بكل المكونات بصراحه، تمام اهي. ادي اللبن البودره، ادي السكر البودره، تمام اهو. هنزل بالزبده اهي حوالي 50 جرام، تمام. او انا عايزه الزبده نص مقدار الفستق. يعني انا لو حاطه 100 جرام هحط 50 جرام زبده، لو حاطه 70 جرام يعني هتبقى حوالي 35 جرام من الزبده. يعني الزبده حوالي نص كميه الفستق. وبعدين هنزل بمعلقتين او بمعلقه كبيره كده من العسل، ادي العسل اهو، تمام اهو. وهبدا بقى اضرب الكلام ده كله واحده بواحده. يعني هبدا اضرب الكلام ده كله شويه بشويه، ما اروحش ضربه مره واحده. هضرب واريح، هضرب واريح لحد ما تديني الزبده اللي هي زبده الفستق اللي انا عارفاها، تمام. طبعا انا بضرب وبريح، بضرب وبريح. ده شايفين دلوقتي زبده الفستق دي بدات تلين شويه. انا برضو لسه هفضل استمر في الضرب لحد ما تبقى مدياني زي كريمه كده، زي الزبده خالص، زي ما احنا بنشوفها كده، صوص اقدر اشكل بيه في الحلويات، في الجاتوهات، في كله، تمام. شايفين شكلها بعد ما ضربتها بقت كريميه عامله ازاي؟ هي كده خلاص انا عايزاها كده. وخلي بالك فيها برضو حبات مجروشه من الفستق، برضو مفيش اي مشكله، لان انا عايزاها كده، انا عايزاها كده، تمام. ممكن يعني تطحنيها اكتر كمان، ممكن تحط لها لون اخضر. انا هاخدها بلونها كده لان انا هشتغلها في حشو، انا هعملها في حشو حاجات، فانا هي مش هتبان اصلا. يعني مش هاخدها في التورته ولا حاجه. مثلا ممكن احط لها، لو انت هتشتغليها في تورته ولا حاجه، ممكن تحط لها لون اخضر وتديكي لون زبده الفستق العادي او لون الفستق، تمام. يعني تضيفي لها ملون اخضر، اللون الغذائي عادي، مفيش اي مشكله. انا بقى عايزاها كده ان انا هعملها في حشو حاجات شوكولاته او حاجات، تمام. فبس كده، ادي هي كده زبده الفستق. شايفين شكلها؟ انا عايزه اوريكم، شايفين شكلها عامله ازاي؟ انا عايزاها كده، تمام اهي بالشكل ده. طبعا احنا خلصناها خلاص. طبعا بضرب واريح عشان طبعا الكبه بتاعتي ما بتتحرقش. فانا بضرب واريح لحد ما تديني السمك اللي انا عايزه اوصل له، اللي هو الكريمي ده، زي ما احنا شايفينها كده. انا عايزه اوصل لها للسمك الكريمي ده، تمام. فانا ببقى بفضل اضرب لحد ما تديني السمك اللي انا عايزه اوصل له، تمام. بس كده اهي، سهله جدا وبسيطه جدا، ما بتاخدش اي حاجه ولا اي وقت. خلوا بالكم، يعني دي يعني المقادير دي من مقادير شيفات كبار، يعني مش مقادير كده عشوائي وخلاص، لا دي مقادير متجربه ومقادير شيفات كبار من ايطاليا. يعني مقدار حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. خلاص اهي، خلاص كده هي زبده الفستق كده اهي. هبدا اسويها بقى خلاص عشان هشيلها على كده. هي خلاص كده خلصت. ادي زبده الفستق بتاعتي، تمام. بس كده، شايفين شكلها جميل ازاي؟ اقدر اشتغل بقى بيها في اي حاجه، في صوصات، في جاتوهات، في حلويات، في زلابيا، في اي حاجه تعملي بيها صوص وتحطيها على وش الحاجه. عايزاها انعم من كده برضو، تفضلي تستمري في الضرب لحد ما تديها لك يعني ناعمه خالص، تمام. مفيش اي مشكله. عايزاها لون مختلف، حطي ملون اخضر برضو زي الفل. وبكده نبقى احنا خلصنا زبده الفستق. وما تنسيش بقى تعملي سبسكرايب وشير. هم حطيت لها اللون الملون ده، خلى شكلها عامل ازاي، بقت زي الفستق، زبده الفستق اللي احنا بنشتريها بالظبط. وبكده نبقى احنا خلصنا زبده الفستق. وما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وشير.